حكيم هاي التصويره معاه هنا التصويره معاه حبة راحة أكيد فيه هلا هلا لي جون ماشي بيبات هنا كده خل مع اصطفتها اصطفتها ولا اوروبيا ليش اوروبيا شنو حنايا حد يتوقع اخر ديكلاري او ديكلاري رحمن رحمن خلاص واضح هاي اسكت una palabra solo una palabra رحمن احكم لي زوج ولد رحمن يا صايب ها هاي خلاص صح دحمان منا دحمان. هذا هو الحدث إذا مشاهدي الكرام، وصول المدرب الإسباني لوكاس الكاريز إلى الجزائر بعد رحلة طبعا من أليكوت الإسبانية. مشاهدي الفاضل، أهلا بكم. حل أمسية اليوم بمطار هواري بومدين الدولي الناخب الوطني الجديد لويس لوكاس الكاريز بأرض الوطن في أول زيارة له للجزائر بعد التعاقد معه رسميا على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني. ووجد المدرب الجديد للخضر في استقباله رئيس الفاف خيردين زاتشي مرفوقا بالمكلف بالمنتخب الوطني حكيم الدان وأعضاء من المكتب الفيدرالي، أين توجه التقني الإسباني مباشرة إلى المركز الفني الوطني بسيدي موسى مقر إقامته الدائم بالجزائر. كان على موعد مع مأدبة عشاء أقامها رئيس الفاف خيردين زاتشي. هذا وسيكون الناخب الجديد يعقد غدا على موعد مع ندوة صحفية بسيدي موسى في أول ظهور له مع الإعلام الجزائرية. نروح لمحمد قريشي. شكرا جزيلا الزملاء. محمد قريشي مبعوث تلفزيون النهار إلى مطار هواري بومدين، مساء الخير. ابتسامتك، كيف كانت طبعا وصول هذا المدرب الإسباني؟ هل جاء معه المساعدين؟ تفضل إليك. مساء الخير حكيم، مساء الخير مشاهدينا جمهورنا الرياضي الكريم في هذا النقل المباشر من أمام القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين بالعاصمة، القاعة الشرفية التي شهدت دخول الناخب الوطني الجديد لويس لوكاس الكاريز إلى التراب الوطني وأرض الجزائر. لويس الكاريز كان يعني مصحوبا بمساعديه، المساعد الأول خيسوس كاناداس والمحضر البدني أنخيل ميغال كامبوس حكيم. يعني ربما لم تشاهد في الصور لكن المساعدين كان حاضران
مع الناخب الوطني الجديد. حكيم، كما تابعت الناخب الوطني الجديد رفض الإدلاء بأي تصريح واكتفى بابتسامة عريضة كما تابعت في الصور، وهو الذي لقي استقبالا كبيرا وحارا. استقبل بالورود، التمر والحليب على طريقة الجزائرية 100%. قابلنا بابتسامة عريضة بهدوء كبير، ربما يعكس شخصية هذا المدرب الذي يعني يطمح لفعل لكتابة تاريخه، خاصة وأنه لم يسبق له أن درب منتخب وطني. اكتفى ببعض الأندية وتجربة في اليونان. الناخب الوطني الجديد لويس لوكاس الكاريز الذي تعرض يعني لانتقادات على ضوء مسيرته المتواضعة مع الأندية، والذي يعني هو مطالب يعني ببرهنة إمكانياته وتكذيب تلك الانتقادات التي يعني شككت في صحة القرار من عدمه، قرار رئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زوتشي. نعم، الأجواء هناك طبعا، الأجواء داخل أمام مطار هوري بومدين الدولي من إعلاميين أو حتى المرافقين للمنتخب، هل فيه ربما نظرة أخرى لهذا الناخب قبل أن يصل؟ كانت هناك انتقادات، هل تغيرت النظرة أم أنه ما زال هذاك الخوف والارتباك من هذا المدرب الذي أقيل قبل أيام فقط، الاثنين الفارط المنصرم؟ والله حكيم، الأجواء ليست كالتي كنا ننتظرها. ربما التغطية الإعلامية لم تكن تلك التغطية الضخمة التي عاهدناها مع يعني مدربين سابقين، وحتى يعني ربما حضور المنتخب الوطني من منافسة القارية. يعني بعض وسائل الإعلام هنا كانت حاضرة، كانت تطمح يعني في الظفر بتصريح من الناخب الوطني الجديد، لكن محاولتها كلها باءت بالفشل كمحاولتنا كذلك. النظرة هي نظرة بين كالتي كانت في الأيام القليلة الماضية، بين متفائل ومتشائم، بين من يطلب يعني بترك يعني الكلام للميدان والنتائج، وبين المنتقد كون المدرب يعني معروف بتدريبه لبعض الأندية المتواضعة هناك في الليغا الإسبانية. طبعا كنا نستقبل مدربين جورج ليكانس ورايفاتس وحتى غوركيف، كنا نستقبلهم بحفاوة أكبر، ربما تقول بجماهير كبيرة غفيرة ربما، أو حتى إعلاميا كثير، ولكن النتائج كانت سلبية. خلينا نكون إلا فقط قليل من يستقبلون هذا المدرب ونحقق النتائج، هكذا تكون الإفادة أكثر للمنتخب الوطني. إذن غدا بإذن الله تؤكد، إذن غدا ستكون ندوة صحفية للناخب الوطني. لم يكن هناك خير الدين زوتشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم حاضرا، ولكن ناب عنه عضو المكتب الفيدرالي المكلف بالمنتخب اللاعب الدولي السابق حكيم مدان. صحيح. نعم حكيم، لم أرى أنا شخصيا يعني خير الدين زوتشي رئيس الاتحاد الجزائري، رأيت المكلف بالإعلام يعني ساعد، والذي حضر برفقة العضو المكتب الفيدرالي حكيم مدان اللاعب الدولي السابق ولاعب شبيبة القبائل السابق. حكيم مدان كان في استقبال الناخب الوطني الجديد لويس لوكاس الكاريز، وغادر معه على متن سيارة واحدة إلى مركز تدريب المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. نعم، محمد قريشي، مباشر تلفزيون النهار، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل، هذه الإضافات طبعا.